السنة دي في رمضان نزل مسلسل معاوية ابن أبي سفيان. المسلسل حصل على انتقادات قبل ما يتعرض أصلا، وده لأن ناس كتير أول ما بتيجي سيرة سيدنا معاوية بيفتكروا الحروب اللي حصلت في زمانه. لن أرحل قبل أن تخضع هذه المدينة لي. تستبيحون دماءهم. لكن قليل اللي بيفتكر شخصيته الفريدة ودوره الكبير في نشر الإسلام. تعال أحكي لك حكايته من البداية. سيدنا معاوية كان من قبيلة قريش، أبوه أبو سفيان زعيم مكة، وأمه هند بنت عتبة. في البداية كان من المشركين، لكنه أسلم يوم فتح مكة، ومن ساعتها بقى واحد من الصحابة اللي ليهم دور كبير في نشر الإسلام. بعد إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أنه يكون كاتب للوحي، يعني كان بيكتب آيات القرآن اللي كانت بتنزل على الرسول، ودي مهمة مش أي حد كان بيعملها. عظيما بأن تكون كاتبا للوحي. هل أصابك سحر محمد؟ ولما لا يكون حقا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاوية خدم الإسلام بطريقة تانية، بقى والي على الشام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكمل في منصبه لحد سيدنا عثمان بن عفان، وكان بيتميز بطريقته السلسة في إدارة الأمور العسكرية والسياسية. لكن جه الاختلاف مع سيدنا علي ابن أبي طالب. بعد استشهاد سيدنا عثمان كان في اختلاف كبير ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وده لأن سيدنا معاوية كان بيطالب بالقصاص من قاتلي سيدنا عثمان، والاختلاف ده أدى لحرب صفين المشهورة. وبعد استشهاد سيدنا علي سيدنا الحسن كان شايف إن الدماء اللي سفكت من دماء المسلمين كفاية لحد كده، وإن المسلمين محتاجين إنهم يرجعوا تاني يتحدوا بدل الفرقة اللي هم فيها. عشان كده قرر إنه يتنازل عن الخلافة سنة 41 هجريا، والعام ده سمي بعام الجماعة لأنه أنهى الخلاف اللي كان ما بين المسلمين وقتها، وأصبح سيدنا معاوية أول خليفة للدولة الأموية. رغم الخلافات التاريخ كان بيشهد لسيدنا معاوية إنه كان سياسي عبقري، حافظ على استقرار الدولة ووسع الفتوحات الإسلامية وبنى أسطول بحري قوي، وده كان شيء غير مسبوق وقتها. سيدنا معاوية اتوفى سنة 60 هجريا، وساب وراه دولة قوية ونظام محكم، وكان واحد من أذكى القادة اللي في تاريخ الإسلام. خلاص إن سيدنا معاوية ما كانش مجرد حاكم، لا ده كان داهية في السياسة، قوي في القيادة وكاتب للوحي. رغم الخلافات اللي حصلت في زمانه، لكن تأثيره في التاريخ الإسلامي لا يمكن إنكاره. والخلافات اللي حصلت دي كانت فتنة، مين اللي كان سبب فيها الله أعلم. لو وصلت لهنا يبقى الفيديو خلص، يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.